السلام عليكم الزينات، كي راكم لاباس؟ انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها ليا وعليكم ان شاء الله. قبل ما نبداو الفيديو نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جيتكم الفيديو اليوم بالمشتريات. كنت برا، هذا وين دخلت. خرجت الصباح شريت واحد المشتريات كنت محتاجتهم. هذا وين دخلت قلت نبارطاجي مع خواتاتي المشتريات اللي شريتهم وتعطوني رايكم. نبداو باول حاجه اللي شريتها. شريت هذه الصندال. هذه الصندال شريتها ب 180. عجبتني شريتها. ما بغيتش نشري في البلون، ما بغيتش نشري في النوار باسكو عندي بلون نوار. قلت نشري في هاد لاكولور. انا نلبس 38، شريتها ب 38. هذه الحاجه الاولى اللي شريتها. وشريت هذا الشابو. هذا الشابو كان بارطاجاهم البارح في الليل ميسون. كان طلقهم ب50,000. اما انا عجبني هاد لاكولور عجبتني، جبت واحد. عندي واحد في البلون بصح من كثر الغسيل شغل ما قعدتش شاد روحه، شغل طلق. ما انا جبت في هاد لاكولور تجي مع كلش. وشريت ثاني هاد البدعيه. هذه شريتها خفيفه، مام الموتيف تاعها خفيف، ماشي حاجه شارجي، جاي تاع دار. انا عندي البدعيات تاعي كاع ميدي، وكاين اللي كسار وكاين اللي ميدي. بصح كي نبغي نروح هكا لهيته لولايتي نبغي نلبس حاجه طويله. راكم عارفين زعما يدخلوا في دارنا كيف ما يدخلوا لافامي تاعي، ولا نكون مستوره لابسه حاجه طويله. مابقاش انا نلبس في دارنا نلبس حاجه ميدي وكاع. بصح كي يجوا عندنا لافامي وكاع نبغي نلبس حاجه طويله. المهم عجبتني هذه حاجه تاع دار خفوفي شابه بارده. شريتها. وشريت ثاني شميز الريتاجي. هذه الشميز كي قصيتها انا كنت شريت العيد الكبير، كنت بارطاجيت معكم القش تاع بناتي. شريت الريتاج وجوري لي زونسومبل كيف كيف. اما انا الشميز تاع ريتاج كي غسلتها شربت، صغارت عليها. كي صغارت عليها حوست لها انا على شميز كيما تاعها، ما لقيتش، لقيت غير هذه تاع كبار، هذه ماشي تاع صغار. هذه تلبس وحده كبيره. قلت معليش نديها ونسنتريها. دوك نموديفيها لها من بعد كي نقعد نموديفيها لها نردها لها قدها. اما لا تاع جوري كي شربت، ثاني تاع جوري شربت لها، تاع جوري عطيتها تاع ريتاج كي شربت. وريتاج شريت لها هذه دوك نسنتريها لها ونديرها لها مع القمصان. وشريت ثاني هادو النواضر ليا السمشوقه شريتهم. وشريت هذا الصاك في الباكاندي، هذا كتخلى باغي هاد لاكولور. شحال من خطره يتحوس عليه وما تلقاش هاد لاكولور. اليوم كي لقيته عجبني جبته، ما عجبني البري تاعه، لقيته غير ب 80,000 جبته. وشريت ثاني هادو لي بودي. هادو شريتهم ريتاج وجوري. هادو يلبسوهم تحت لي شوميز، كيديروا السروال ويديروا هادو لي بودي والشوميز يحلوها. هادو صغرت لهم كيما ريتاج جوري جبت لها الويت والديس، وريتاج جبت لها الديز والأونز. علاش؟ باش ما يجوهمش لارج بزاف، باسكو انا بناتي يلبسوهم تحت لي شوميز ما نبغيهمش يجوهم لارج بزاف. المهم شريت لهم زوج، شريت الريتاج وجوري. وشريت هذا الشورت تاع البحر، شريته لمحمد ولدي. محمد كان عنده لي شورت ودوكا من كبر بسنانته ماهمش يجو قداه، شريت له هذا كبير. عطيته هذوك قيسه جا قداه الحمد لله. او زيدي شريت ثاني كابل، كان خاصني كابل. راكم عارفين هادو لي كابل يشدوا غير شهر وصافي جو طاب الخطرات تبدلوا. وشريت ثاني الريسيل. انا الريسيل هذا اللي يجي عليا، كاع سيد قال لي الريسيل ما جاوش عليا، غير هذا اللي خرج عليا. شريت هذا الريسيل. كانوا هذا هما المشتريات اللي شريتهم اليوم. اعطوني رايكم فيهم، اسكو مليح ولا ماشي مليح، اسكو البري مليح ولا ماشي مليح. المهم نكملوا الفيديو مع بعض وراكم معايا. اليوم غادي نصنع حلوه تاع السميد، حلوه تاعنا تاع بكري اللي كانوا يجيبونا الاباء تاعنا من السوق تاع الجمعه. حنا كان عندنا في ولايتنا كان عندنا سوق تاع الجمعه، كانوا الاباء تاعنا يجيبوهم لنا. وانايا نبغي نصنعها هنا لبناتي في الدار. ما فيهاش مقادير بزاف، فيها غير كاس تاع سكر، كاس تاع سميد، وربع كاس تاع ما، والكولورو قرصه تاع ملح. هذا ما كان. المهم نصنع الوصفه قبل ما ينوضوا بناتي راهم راقدين. نصنع الوصفه راكم معايا. كاين واحده المتتبعه كتبت لي تعليق، بغيت نجاوبها عليه، نقرا معكم التعليق.
بنتي تبغي تخرج تلعب، ربحت السانكيام، العام الجاي تروح ان شاء الله المتوسطة، هي جايبة روحها ومانيش نبغي كي تخرج تلعب، بصح ما بغاتش تقتنع وتقعد في الدار. نصحيني، الوقت راه صعيب، بغيتها تقعد في الدار تخرج معانا كي نخرجوا، واش رايك؟ اختي، اول حاجة نقولها لك، ما تخافيش من احساسك كأم. اذا قلبك ما راهش مرتاح تخرج بنتك وحدها فهذا حقك، خاصة اذا كانت مازال طالعة للمتوسطة. في هذا العمر البنت تبدأ تكبر وتحب تحس بروحها كبيرة وتحب تخرج مع صحاباتها، وهذا الشيء طبيعي. لكن طبيعي ثاني هو أن الأم تحمي بنتها وتخاف عليها. ربي سبحانه عطاك هذه الأمانة وراح يسألك عليها يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الأم مسؤولة على بنتها، تحافظ عليها وتوجهها وما تتركهاش لأي مكان أو لأي صحبة بدون ما تعرف وين رايحة ومع من. أختي، المتوسطة مرحلة حساسة بزاف، البنت فيها تبدل شخصيتها وتتأثر بسرعة بصحاباتها. مرات تخرج بنية بريئة لكن تلقى نفسها في أماكن ومواقف ما كانتش توقعها، ولهذا الإسلام أمرنا بالحذر، ماشي بالخوف المبالغ فيه ولكن بالحكمة. إذا قالت لك بنتك ماما نحب نخرج، ما يكونش الرد ديما لا. اقعدي معاها وسمعيها وقولي لها أنا ما نمنعكش لأني نكرهك، بالعكس نمنعك لأني نحبك ونخاف عليك. البنت كي تفهم سبب المنع تتقبل القرار أكتر. ومن الأحسن إذا قدرتي خرجي معاها، روحي معاها للحديقة، للبحر، للسوق، ولا حتى زيارة عائلية. خليها تعيش جو مليح مع أمها باش ما تحش باللي هي محرومة من كل شيء. وزيدي علميها أن الحرية في الإسلام ما تعنيش ندير كل واش نحب. الحرية الحقيقية هي أن الإنسان يعرف يحافظ على نفسه وعلى دينه وأخلاقه. والبنت المؤمنة تعرف باللي رضا الوالديها من أعظم أسباب رضا ربي. وقولي لها: يا بنتي، اليوم يمكن ما يعجبكش كلامي، لكن غدوة تكبري وتعرفي باللي كل قرار خديته كان من خوفي عليك وما كانش باش نضيق عليك. وحاجة أخرى مهمة، راقبي الصحبة تاعها بدون تجسس ولا إهانة. عارفي مع من تمشي ومنين ترجع، لأن الصاحب يأثر بزاف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله. يعني الصاحبة الصالحة ترفعها، والصاحبة السيئة تقدر تبدل أخلاقها بالتدرج. وفي نفس الوقت ما تكثريش عليها بالشك. إذا كل مرة تحسيها باللي ما تثقيش فيها يمكن يجي نهار وتبعد عليك. خلي بيناتكم الحوار والثقة والدعاء. وأهم حاجة يا أختي، ادعي لها كل يوم، والله دعاء الأم يفتح أبوابا ما يفتحها حتى شيء. قولي: اللهم احفظ بنتي واصرف عنها رفقاء السوء واجعلها من الصالحات وألهمها طريق الخير. وفي الأخير نقول لك: لا تستحي إذا قلتي لبنتك ما تخرجيش وحدك، وإذا حبيتي نخرجوا أنا وانتي. هذا ماشي تشدد، هذا حب وحرص ومسؤولية. ومع الوقت إذا شفتيها ولات واعية وعرفت تختار صحاباتها وتحافظ على نفسها، تقدري توسعي لها مساحة الثقة بالتدريج. ربي يحفظ بنات المسلمين كامل ويجعلهم قرة عين لوالديهم، ويرزق كل أم حكمة في التربية، لأن التربية ماشي سهلة، لكن من أعظم العبادات إذا كانت لوجه الله تعالى. إن شاء الله نكون أفدتك ولو بالقليل. لا يوجد شخصين يحبون أو يحبان أن تكون خيرا منهما إلا الوالدين برك. غير والديك اللي يتمنوا تكون خير منهما، يجوعوا باش تاكل انت، ويعطشوا باش تشرب انت، ويتعراو باش تلبس انت، ويكونوا جاهلين باش تقرا انت. هادوك هما، ويخسروا روحتيهم ويضحيوا بروحتيهم باش تنجح انت. هادوما الوالدين. ويقدر خوك من بابك ويماك يغير منك، ولا اختك تغير منك، وليد عمك يغير منك. شوفوا شحال قطعت كونتيتي مليح، ما جاتش يابسه كاع يابسه، جات شويه طريه. بصح انت الا بغيتيها تكون يابسه زيديها السميد، ديري واحد نص كاس ورص تاع السميد. المهم جربوها لوليداتكم. جربوها وقولوا لنا في التعليقات باش تفكركم هذه الحلوى. هنا كمل الفيديو حبيباتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. استودعكم الله ومع السلامه.